السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم حبايب قلبي؟ ان شاء الله تكونوا بخير وتمام. اول حاجة هنبدأ بالصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. دايما لساننا يكون رطبا بذكر الله. اليوم ان شاء الله تعالى رح اعملكم صينية مسقعة او صينية بالبتنجان، بس انا حطيت معها بطاطس لحتى اولاد الصغار ما بحبوا البتنجان كتير، فبحط قطعتين او بطاطس لحتى ارضي الجميع. ان شاء الله صينية روعة وتحفة، وان شاء الله تعجبكم كلكم حبايب قلبي باذن الله تعالى. ما ننسى اللايك الحلو والتعليق الحلو. تعالي شوفي اسهل طريقة مسقعة بطريقة كتير كتير منيحة، وممكن تعملي المغشي. هي طريقة مغشي بتنجان بطريقة كتير سهلة وبسيطة جدا حبايب قلبي. كنت حابة اعمله مغشي بتنجان او محشي بتنجان احشي، بس لقيت هذه الطريقة كتير سهلة وحلوة وحبوها الكل الصغير والكبير. طبعا طريقة ما راح تلاقيها الا عندي ان شاء الله تعالى. يلا نبدأ على بركة الله والصلاة على الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. نبدأ بمكوناتنا. عنا هان انا اخده حبتين بصل كبار لحتى اقطعهم ناعم، وطبعا حاطه 3 حبات بطاطس مقشراهم منيح، وهذا البتنجان تقريبا الوسط، لا هو صغير كتير ولا كبير. هذا طبعا كتير كتير بيكون طيب طعمه بهالموسم. كنت حابة اعمله محشي بتنجان، بس قلت هذه الطريقة كتير سهلة، بدل ما يعني نرمي حشوة البتنجان ونقورها ونعمل مغشي، فانا حبيت اعملها بطريقة كتير حلوة وبوفر وما ارمي كمية البتنجان بأثناء الحفر. راح اقطع البصل كتير ناعم. عندي هان لحمة مفرومة. بعد ما قطعت البصل عندي اللحمة مفرومة، هلا بحاول اني اسوي شوي اللحمة المفرومة على البوتاجاز. طبعا عندي المقلة وقاعدة بخلي قطع اللحمة لانها كانت مفرزة بتفك معي بالمقلة، بس بعطيها شوية تشويحة بسيطة جدا جدا. بعد كده على طول راح انزل بالبصل المفروم اللي انا فرمته كتير ناعم لحتى ما تبين بحشوة. انا فيها احطه بالكبة وتطلع لي ناعمة كتير البصلة، بس حبيت ان تكون على ايدي اقطعها قد ما فيها اصغرها لحتى تضلها برضو ما تنزل لي المية كتير تحت البصل، لانه الكبة معروفة بتنعم كتير وبتنزل مية البصل اللي بقلبه، والفايدة انا عايزاه تضلها فيه وينزل مع بعض، ومية البصل نفسها تستوي اللحمة المفرومة زي ما انتم شايفين. حنزل هالقيت بسم الله الرحمن الرحيم بالبصل اللي قطعناه لحتى اشوحه مع بعض، واعمل التتبيلة او الحشوة بتاعت البتنجان اللي ححشي فيها صينية البتنجان تبعتنا. هحط البصل على السريع، هحرك واقلب المكونات تمتزج مع بعض، واخلي البصل على، طبعا انا حاطه البوتاجاز على نار متوسطه لحتى تستوي عندي اللحمه ويستوي عندي البصل، تنزل ميه البصل مع بعض. انا احط هنا رشه او تقريبا نص معلقه كزبره مطحونه، وعندي طبعا البهار الحلو برضه احط ربع معلقه منه، ما كتر منه. انا عايزه طبعا نكهه اللحمه والبصل هي تكون طاغيه بالاكله تبعتي، ونكهه البتنجان اللي كتير زاكي. حاطه هنا تقريبا قرفه، بحب اكتر القرفه طبعا بالاشياء اللي فيها الصلصه. حط تقريبا معلقه صغيره مليانه، وحط رشه فلفل اسود فوق الخلطه تبعتنا اللي احنا حاطينها، وظبط الملح بتاعي وارتبها هيك واسيبها على نار هاديه تستوي. بعد كده اغطيها، لازم تغطي اللحمه والبصل لحتى البصل معي يدبل، لانه وحطيتها انا على الناحيه على يعني العين الواطيه شوي لحتى تستوي وتمتزج مع بعض بالبهارات. جبت مقلة وحطيت فيه زيت غميق، وقطعت البطاطس تبعي زي ما انتم شفتوا الحجم او السمك تبعي تكون متوسطة، لا هي رفيعة ولا هي تخينة، متوسطة. حقليها لحتى تحمر خالص البطاطس لحتى احطها بالطبقة الارضية من صينية المغشي البتنجان تبعنا ان شاء الله تعالى. راح اسيبها لحتى تتحمر تماما تماما، واخدها وصفتها بصينية البايركس تبعي اللي انا راح اجهزه عشان ادخل الفرن الصينية. طبعا البتنجان زي ما انتم شايفين راح انا غسلته كتير منيح. طبعا تغسليه قبل ما تقطعيه او قبل ما تقشريه، هيك بكون انضف لإلك بدل ما تغسلي تاني ويشرب البصل عفوا البتنجان المية. راح اقطعها بالطريقة هذه زي ما انتم شايفين التقشيرة تبعتها والتقطيع تاعتها. وطبعا هذا البتنجان حجم وسط، راح ابدا ان شاء الله تعالى
اقطعها بالنص. شفت هذا النص؟ فيك انك تقوري النص لحتى انت تطلع المادة اللي في البتنجان ونحشيه باللحمة المفرومة. بس في طريقة كتير سهلة هلأ حشوفيها معي كيف راح ابدأ اقلي البتنجان. هنا خلصت قلي البطاطس ووصلت للتحميل المطلوب. البتنجان طبعا بنفس المقلة راح انزل فيه واقليه. طبعا البتنجان فيك تحطي فيه مي وملح وتنقعيه لحتى ما يشرب زيت، بس هذا البتنجان ما شرب معي زيت على طول. المهم يكون الزيت حامي وسريع يتحمر الوجه، لان انا هيك مدخله البتنجان الفرن لحتى يكمل استواء برضه. فبس انا عايزه التحمير واللون الحلو هذا، زي ما انتم شايفين كيف اللون الحلو طلع معي. بس هذا هو اللي انا عايزاه بالبتنجان، عشان هيك لازم يكون الزيت غميق ويكون الزيت حامي على طول، يدي صدمة للبتنجان ويحمر على طول. واخده واطلعه وصفته بالصينية زي ما انتم شايفين. انا صفته هون في الصينية، حطيت الطبقة الارضية اللي هي البطاطس، لان الاولاد الصغار انا عندي بحبوا البطاطس فبعطيهم البطاطس واللحمة المفرومة. والبتنجان طبعا احنا اللي بحبه ياخد قطعة منه. زي ما انتم شايفين بعد ما هو شوية برد من الزيت البتنجان، ببدأ احط بالنص بالمعلقة هيك اقور فيها او افتح حفرة بنص البتنجانة لحتى احشيها بالتتبيلة البصل واللحمة المفرومة اللي احنا ستويناها مع بعض. شفت كيف؟ هيك ما بتهدري كمية البتنجان بالتقوير او الحفر، او سواء انك انت قليتيها بهذه الطريقة وحفرتيها من الوسط بعدين قليتيها، برضو حتهدري كمية بتنجان. هذه الطريقة اسهل طريقة ممكن انك انت توفري بكمية البتنجان تبعتك. طبعا زي ما انتم شايفين هاخد معلقة من كل من اللحمة المفرومة والمعصجة زي ما بنقول، واحط بالحفرة اللي انا حفرتها بنص البتنجانة، واكمل بقية الصينية تبعتي طبعا زي ما انتم شايفين كده، واصفه بس بطبقة البتنجان طبعا في حفرة البتنجان او بقطعة البتنجان. هي هحط لها معلقة اللحمة المفرومة. فيك تحط اللحمة المفرومة كلها طبقة كاملة، بس هيك بتكون طريقة تقليدية. هذه الطريقة كتير حلوة، حتى البتنجان واللحمة المفرومة بدل ما تنتتر بتضلها ماسكة نفسها بقلب البتنجانة وقطعة البتنجانة بعد ما تستوي وتخلص. هلا انا جهزت الصينية وجاهزة. هلا تعالوا مع بعض نروح نعمل الصوص اللي راح نحطه فوق البتنجان هذا. حط شوية زيت، تقريبا معلقتين من الزيت. انا طبعا حطيت الطاسة فكانت حامل بوتاجاز. هحط فصين توم مفرومة ناعم، مو كتير، انا فرمتها على ايدي برضو. فيك تفرميها بمفرمة التوم وتحطيها ناعمة، بس حبيت انها تكون قطعتها موجودة معي. انا هنا رفعتها شوي عن البوتاجاز انه كان كتير حامي ورق لي البتنجان. ما بدي التوم يحترق ويصير مرارة فيه. حاولوا ان التوم يضل بنكهته. وعلى طول حطيت نص معلقة من الكزبرة المطحونة ومعها شوية كمون. حنزل بأربع معالق صلصة. وفيك عندي تحط اللي هي البندورة او الطماطم الفريش. في هيك وصفة بالنسبة للصوص البندورة اللي حنعمله مع بعض. طبعا الإضاءة عندي كتير ضعيفة، يلا بدنا نمشي الوضع. هلا زي ما انتم شايفين انا بحب اطلع نكهة الثوم مع الكزبرة مع الكمون في الصلصة تبعتي، فهيك بعطيها شوية تقلية مع الصلصة. بعد كده بنزل بالمرقة او الشوربة او المية عادية، حطي اللي بدك اياه يكون موجود عندك، المتوفر عندك حطيه، لانه هيك اوريدي احنا حطينا لحمة مفرومة بقلب الطبق تبعنا او الصينية تبعتنا جات البتنجان تبعنا. ما تنسوا حبايب قلبي اللايك الحلو منكم، التعليقات الحلوة، شير للقناة وللفيديوهات فيها، ان شاء الله بيعجبكم يا رب. حطيت شوية قرفة وشوية كمون وشوية فلفل اسود ومكعب ماجي فوق الصوص تبعي اللي انا حسقي فيه البتنجان. وطبعا الملح هظبط الملح، وما بنسى ان هو تقريبا ربع معلقة او نص معلقة صغيرة من السكر لحتى تكسر الحموضة بتاعت الصلصة تبعتنا. فيك تعصر زي ما قلنا بندورة او الصلصة الطماطم الفريش. بعد ما استبكت عندي الطماطم والصلصة اللي احنا عاملينها زي ما انتم شايفين هيك استبكت ولونها كتير حلو، والطعم ما شاء الله تعالى. ما تكتر بهارات بهالصلصة. بحاول اسقي فيها الصينية تبعتي وبكون حذرة وانا بحطها لحتى ما تطلع معي اللحمة من قطع البتنجان تبعتنا. حاول بالجناب وهيك رشة بسيطة فوق قطع اللحمة لحتى ان شاء الله تعالى ادخلها الفرن تكمل استواها.
احنا قلنا زي كده ممكن تقريبا 85% من مستوية الطبق تبعنا. فهكمل ال20% سوا بقلب الفرن. هجيب ورق ألمنيوم أو ورق سلفان واغطي صينيتي كتير منيح واحطها بالرف التحتاني تستوي من تحت، واتاكد انه البطاطس تبعتي استوت والبتنجان اوريدي يعني تقريبا 90% مستوي. وادخلها الفرن تقريبا بتاخد معي ربع ساعة بالكتير. بعد كده حمرت الوجه تبعها وبسم الله ما شاء الله طالعة ما شاء الله ما شاء الله. اللون حلو، الإضاءة عندي والله خانتني بهيك، بس كتير اللون كان كتير حلو والطعم حلو. جربوه حبايب قلبي، وما تنسوا اللايك حلو منكم والتعليق الحلو منكم ودعم للقناة وشيروا الفيديو. يا رب يوصل ويعجبكم دايما الفيديوهات اللي بقدمها لكم. ما تنسوا حبايب قلبي الصلاة على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، فداك روحي يا حبيبي يا رسول الله. طبعا دايما يكون لساننا رطبا بذكر الله، وان شاء الله ربنا يوفقنا جميعا. وكل عام وانتم بألف خير حبايب قلبي ومتابعي ومتابعاتي الكرام. هيك وصلت لنهاية الطبق الحلو اللي ما حدا بقول له لا، خاصة أكلة بقلبها بتنجان ما أظن حدا يقول له لا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.